قافلة الهدى الدعوية. تطور علاقته بشيخه، تقدم المصلح بشكل عفوي ومن دون تخطيط أو ترتيب بطلب يد ابنة الشيخ ابن عثيمين، ودافعه حبه الكبير لشيخه ليتقرب منه أكثر ويزداد من علمه. تقدمت إليه ونحن في الطريق إلى بيته، فقلت يا شيخ إني أريدك في موضوع. قال خير إن شاء الله. قلت ودي أني يعني أختلي بك ويكون هذا في مجلس خاص. فقال لي رحمه الله وش الأمر؟ قلت الأمر يا شيخ ما يصلح في الطريق، يعني لعله لا يكون مناسب. أنا هو طبعا ما يدوش اللي عندي. فلما رأيت الشيخ يعني ملح على أن يتم الأمر بيسر في الشارع وفي طريقنا، قلت يا شيخ عندك بنت تصلح؟ فتفاجأ الشيخ طبعا، يعني لما قلت له هكذا وهذه العبارة عندك بنت تصلح، مفهوم أني يعني أريد أن أتقدم لخطبتها. فابتسم الشيخ وأنا ابتسمت، لأن الموضوع كان مفاجئا للشيخ فيما ظهر من حاله. قلت له يا شيخ الموضوع يصلح الآن ولا ما يصلح؟ فقال لا يصلح إن شاء الله. فأتممنا المسير. قال لي يعني بعض الكلام والسؤال، يعني هل أخبرت أهلك وماذا وصلت في الدراسة وأين ستسكن وما إلى ذلك من الأسئلة التي يسأل عنها عادة. يعني الموضوع كله استغرق تقريبا 5 دقائق إلى 10 دقائق حيث وصلنا إلى بيت الشيخ. طبعا أنا لما أنست من الشيخ موافقة وقبول للعرض، يعني طمعت نفسي بجواب مستعجل. فالشيخ قال لي يصير خير إن شاء الله، نشاورهم ونخبرك. قلت يا شيخ متى، يعني متى تخبرنا؟ شيء قريب ولا تبي فترة؟ لأن أنا بمشي سأذهب عندي دراسة في الجامعة. قال لا إن شاء الله ما يصير إلا خير. ولما ألححت عليه قال لي كلمة لا أنساها، وهي بمثابة التطمين إنه الموضوع سيتم. قال لي وهذه شهادة أعتز بها وأسأل الله أن تكون في محلها، قال ما ألقى مثلك، اصبر ما ألقى مثلك، يعني انتظر لن أجد مثلك يتقدم لي. هكذا ظنه وحسن ظنه بي رحمه الله. المهم أننا انصرفت والتقيت به في صلاة العصر وسلمت عليه وكنت مزمعا للمسير. فقلت ها وش صار يا شيخ، يعني في رد؟ قال لا يا وليدي اصبر لا تستعجل، يبي سهل الله الأمر. المهم أنا انصرفت، ما أعطيت الشيخ لا رقم ولا أي نوع من أنواع التواصل. وطبعا ذهبت و مكثت أسبوعين ما في أي خبر، وأنا ما اتصلت بالشيخ حقيقة. بعد أسبوعين من هذا الموقف اتصل بي الشيخ رحمه الله في جامعة البترول، وكنت في السكن، والسكن جامعة البترول أشبه ما يكون ببركسات لاينات يسمونها هناك، وهي بيوت لأرامكو قديمة صارت لطلبة جامعة البترول. فاتصل وجدت مرة مكتوب على الغرفة اتصل بك ابن عثيمين، طالب من الطلاب. يبدو أن الشيخ اتصل ولم أكن موجودا فكتب لي هذه الرسالة. طبعا ما في سبيل اتصل به، صعب الاتصال به، ما في جوالات هكذا الأيام ولا فيه إلا الثابت، والثابت ثابت تلفون الشيخ مش مشغول على طول الخط. بالتالي انتظرت لما عاود الشيخ الاتصال وجاني من يطرق الباب قال تلفوني بك، فذهبت فإذا به الشيخ محمد بن عثيمين. السلام عليكم. السلام، من؟ خالد. قال الشيخ معك محمد بن عثيمين، الكتب اللي طلبتهن ترانا أرسلناهن. هكذا ابتدأ الحديث. قلت جزاك الله خير وبارك فيك. طبعا ما سألته عن الموضوع، والموضوع اللي تكلمت فيه تراهم وافقوا. فأنا فوجئت لما قال لي وافقوا، يعني ما كانت ما كنت متوقع أنها تكون بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. وافقوا. طيب يا شيخ وش أسوي؟ يعني كان على مالك. الله يغفر له ويرحمه. المهم أنه أخبرت الوالد وأخبرت الوالدة وقلت أنه ترى الموضوع تم، وكنت قد أعطيتهم خبرا قبل ذلك، وقالوا طيب خلاص نذهب للقصيم. زعمت على الشيخ ثاني يوم قلت أن الوالد والوالدة بيجون يتقدمون تقدم رسمي. قال طيب وأنت ما أنت بجاي؟ قلت لا والله يا شيخ أنا ماني بجاي، لأني كان عندي ارتباط باختبارات والوالد والوالدة يكفون. قال خير إن شاء الله. فتمت الخطبة
بهذه الطريقة الميسرة السهلة. وبعدها بعد رمضان تم عقد القران، وبعد ذلك تزوجت ابنة الشيخ الكبرى عام 2000